السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وانتم بتتفرجوا على فيديوهاتنا. بنغيب غيبتنا ونرجع بحاجات حلوة قوي قوي ان شاء الله تستفادوا منها في دخلة المدارس اللي احنا فيها دي. على الصبح بقى مش قادرين نعمل سندوتشات او الولاد ملهاش نفس نعمل شوية قراقيش كده حلوين، وقراقيش يا جماعة مش قرص او بتبقى طرية. عملنا المرة اللي فاتت او الفيديو اللي قبلها القرص باللبن الرايب اللي هي بتقعد معانا طرية من اسبوع لاتنين. طبعا الناس قالوا لنا احنا عايزين قراقيش، عملت بقى شوية القراقيش الحلوين دول عشان دخلة المدارس. بالهنا والشفا على اللي اكلهم واللي لسه هياكل منهم يعني. يلا بينا نشوف عملنا القمر والحلاوه دي ازاي. بس الاول هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. واللهم ارحم امواتنا جميعا يا رب العالمين، وارحم والدي ووالدتي اللهم امين. ولو سمحتوا بعد اذنكم انزلوا دوسوا لايك وحطوا شير لو انتم عجبكم الفيديو، وكمان لو لسه مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا في القناه عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد، وما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل. هنشتغل النهارده زي ما احنا متعودين بكيلو دقيق. طبعا ما بنعملش كميات كبيره عشان اللي عايز يضاعف يضاعف براحته، واللي حابب يعمل كيلو واحد بس هنشتغل بكيلو واحد. اشتغلنا بكيلو واحد من الدقيق. زي ما انتم شايفين لازم الدقيق يتنخل. طبعا لو انا حتى ما كنتش صورت ان انا بنخله فلازم اي دقيق نشتغل فيه لازم يكون منخول. جبنا كيلو من الدقيق، وطبعا عادي جدا الدقيق انا جايباه مش معلب ولا حاجه، دقيق عادي من عند العطار سايب يعني. ونخلته وحطيت 3 معالق من السكر، والسكر ده يرجع لك ممكن تخليهم 4 5 حسب ما اولادك بيحبوا الحاجه مسكره ولا لا. وكمان ذره من الملح كده، وحطيت معلقه صغيره من البيكنج باودر معاه. كيلو دقيق اخد معايا 3 معالق كبار من السكر، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وذره الملح، وحطيت حوالي كمان 3 معالق من السمسم زي ما انتم شايفين. ونزلت عليهم بمعلقتين كبار كده محترمين من الخميره. المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات اللي هو بتاع القرص باللبن الرايب انا اختبرت الخميره بره، علشان برضو اللي حابب يعمل اختبار الخميره. اختبار الخميره بتحطيه في شويه ميه دافيين ربع كوبايه كده عشان لو انت مش واثقه في الخميره بتاعتك. بس طبعا انا واثقه في الخميره فعشان كده حطيتها على طول، لان دي نفس الخميره اللي انا كنت عامله بيها القرص اللي باللبن الرايب. ونزلت عليهم زي ما انتم شايفين بكوبايه ونص من الزيت بالاكواب المعياريه. زيت على سمنه او زيت بس او سمنه بس مش هينفع، خلي بالكم لان احنا عاوزينها فيها نسبه قرقشه، فخليها زيت على سمنه او زيت بس. انا هنا بصراحه كنت حاطه زيت بس ما كنتش حاطه زيت على سمنه. يبقى كيلو الدقيق اخد مننا كوبايه ونص من الزيت، وهنعرف دلوقتي خد مننا كمان ايه في المواد السائله الباقيه اللي هي اللبن او اللبن على ميه. انا هنا كنت حاطه لبن على ميه. طبعا انا منزله لكم المقادير على الشاشه هتنزل لكم كمان شويه عشان برضو اللي حابب ياخدها سكرين شوت. يبقى كيلو الدقيق اخد معانا 3 معالق من السكر، معلقتين كبار من الخميره، معلقه صغيره من البيكنج باودر، كوبايه ونص من الزيت، وهياخد كمان كوبايه ونص من اللبن على الميه. انا بحب دايما احط فيها لبن عشان خاطر تبقى مفيده لاولادنا. انا هنا لو تاخدوا بالكم ما كنتش ماليه الاكواب المعياريه قوي، هو ده نفس الكوب المعياري اللي انا حاطه بيه الزيت اللي هو الكوبايه ونص. فهاجي في الاخر احط معلقتين كمان من اللبن كده او معلقتين من الميه. بس ايه علشان حسيت ان العجينه معايا لسه ناشفه سيكه، فقمت ايه حاطه لها معلقتين، هما معلقتين 2 بس. يعني انا حطيت حبه في الكوب المعياري اللي هو النص ده. هنا وانا بمسكها كده حسيت ان هي ناشفه شويه، قمت حاطه لها معلقتين وهتشوفوهم دلوقتي. ما كملتش اكتر من معلقتين 2 اللي هما بالظبط كانوا كميه الكوبايه، لان انا ما كنتش ملياها على الاخر عشان خاطر ما تقعش مني وانا بحطها جوه العجين. وطلعت معايا بالظبط العجينه زي الفل وطريه زي ما انا عايزه. هنسيبها بقى تخمر خالص مش اقل من نص ساعه عشان تقدري تشتغلي فيها وما تشدش منك وانتي بتبططيها. يبقى كيلو دقيق يا جماعه عمل معانا هنستخدم له سوري عفوا يعني كيلو دقيق هنستخدم له كوبايه ونص من الزيت، كوبايه ونص من اللبن على الميه، معلقتين كبار من الخميره، 3 معالق من السكر، هنحط معاهم معلقه صغيره كمان من البيكنج باودر وذره الملح بتاعتنا. زي ما انتم شايفين طبعا لو هتشتغلي على ايديكي وهتعجني على ايديكي نفس الخطوات اللي انا عاملاها في العجان هي اللي هتعمليها على ايديكي، ولكن هتبقي محتاجه تعجنيها شويتين. طبعا العجان اخد مني حوالي 5 دقايق وشويه 6 دقايق يعني، انت مش اقل من 10 دقايق تقدري تعجنيها على ايديكي عشان تقدر تبقى مخدومه معاكي وما تمطش منك وانت بتبططيها. سبتها بقى نص ساعه كده لحد ما ايه خمرت معايا او ارتاحت، لان احنا لسه هنسيبها تخمر تاني بعد ما نقطعها في الصواني كده معانا. وبططها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان انا هعمل منين، طبعا مش هعمل قرص. اي حاجه بقى عندك سكينه اللي هي السكينه البلاستيك دي. انا استخدمت هنا السكرابر بتاعه التورت معايا
عشان اقدر ان انا اسويها واخلي شكلها بس ايه حلوه كده، ان هي ما تبقاش ايه واحده حته إيه اكبر من حته او حجمها كبير قوي زياده عن اللزوم. انا بحب طولها بالطريقه دي. وشايفين بقى العرض بتاعها عامل ازاي، سمكها عامل ازاي. دي لسه هتخمر معانا كمان، طبعا احنا هنعمل كده وهنسيبها تخمر اكتر. خلي بالكم بقى الصينيه الاولى والصينيه الثانيه والصينيه الثالثه اللي انتوا بتخبزوها، تاخدي بالك انت خبزتي يعني انت حطيتي اول واحده ايه، دي اول واحده هتخش الفرن، لان طبعا هتاخد وقت في التخمير. عبال ما تخلصي بقيه العجين وبقيه الصواني هتكون اول واحده معاكي خمرت، وطبعا هتعلى معاكي جدا ما شاء الله. فهي دي اللي هتخش الفرن اول حاجه. وطبعا العجين لازم يخش على فرن سخن، ما ينفعش يخش على فرن بارد وترجعي تشغلي عليه. يعني عبال ما تخلصي كل ده هتستني دقيقتين 3 كده مثلا او 5 دقايق بالكتير، وتولعي الفرن بتاعك من تحت خالص الاول، وبعدين هتحطي فيه الصينيه بتاعتك او الصاج في النص على الشبكه اللي في النص. تمام كده. لما تشغلي من تحت هتيجي تبصي هتلاقيها احمرت بعد بالظبط 4 دقايق بالكتير او 5 دقايق، هتلاقيها احمرت معاكي. اول ما تحمر معاكي هتطفي من تحت او توطي حسب طبعا الفرن بتاعك، وتشغلي من فوق وتهدي خالص النار عشان خاطر ما تحرقلناش المنين من فوق او القراقيش وما تكونش لسه استوت. يبقى هنهدي النار من فوق خالص لحد ما نحس ان هي خلاص كلها اخدت اللون اللي احنا عايزينه. ساعتها هنخرجها بره الفرن وهنسيبها تهدى تماما، وبعدين نبدا نشيلها من الصينيه. هي كده كده اصلا اوريدي هتلاقيها طلعت لوحدها من الصينيه عادي. احنا بنحط في صينيه مش مدهونه اي حاجه نهائي. شايفين دي اول صينيه انا عملتها، وده تاني صاج كمان. طلع معايا ال3 صيجان دول حلوين جدا ما شاء الله. هنبدا بقى نخبز في اول صينيه زي ما قلت لكم. هنشغل الفرن من تحت لحد ما يسخن، وهنحط الصينيه في الظرف اللي في النص، وبعدين لما حوالي 5 دقايق او 5 دقايق الا طبعا حسب الفرن بتاعك، لو هو عالي او انت عارفه درجه حرارته ايه. المهم ان انت ما توطيش الفرن من تحت خالص الا ما تحسي ان اللون من تحت كله بقى زي بعضه واحمر. هنبدا نوطي من تحت النار، وبعدين نشغل من فوق عشان تاخد وش معانا. وطبعا النار الفوقانيه تبقى هاديه تماما عشان خاطر ما تحرقليش الوش، وفي نفس الوقت تخليه مستوي. مش هتاخد معاكي اكتر من 6-7 دقايق بكتير في الفرن. دي بقى بعد ما طلعت ما شاء الله المنينيه طالعه حلوه جدا، سمكها حلو قوي على فكره. هي لسه سخنه اصلا، انا مش عارفه كمان ان انا امسك واحده، بس انا هوريكم قلبها عامل ازاي دلوقتي. اتمنى اللي وصل معايا لحد دلوقتي بالله عليكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لمطبخنا مطبخ اميره ومسا سطور، عشان يوصل لكم باذن الله كل جديد مننا. واللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك يا جماعه، عشان قناتنا حلوه بتقدم وصفات سهله وبسيطه ولذيذه. واللايك الله يخليكم اللايك عشان يرفع معايا الفيديو. شايفين بقى منظرها من جوه مستويه جدا ما شاء الله. كمان هي كمان كده لسه ما بردتش، كمان لونها من فوق ومن تحت موحد، اللون اللي احنا عايزينه. حاجه كده اللهم بارك جميله ما شاء الله عليها. ان شاء الله لما يعني انتوا لما تجربوها هتحبوها جدا. وزي ما قلت لكم كذا مره، خلي بالكم ان طريقه المنين او طريقه القراقيش غير تماما الطريقه بتاعه اللبن الرايب اللي هي بنطلع منها قرص، او القرص باللبن الرايب. يعني عشان انا بس ايه الدنيا مش مجمعه في دماغي شويتين. شايفين بقى ما شاء الله الكيلو من الدقيق عمل لي كميه حلوه، حوالي 1.5 كيلو او 2 كيلو الا ربع من القراقيش. طبعا انت لو جيتي دلوقتي تروحي الفرن عشان تجيبي مثلا الكميه دي كلها، مش اقل مثلا الكيلو. انا سامعه ان الكيلو عامل حوالي 70 جنيه تقريبا يعني. لكن علشان ايه حاجه بسيطه وسهله ولذيذه معانا، ما خدتش مننا وقت خالص، وسهله جدا جدا. اي حد ممكن يعملها، مبتدئ او غير مبتدئ. وان شاء الله هتستفادوا من الفيديو. واتمنى زي ما قلت لكم اللي وصل معايا لحد دلوقتي ما ينساناش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكل جديد مننا باذن الله. وان شاء الله لما تجربوا الوصفه تقولوا لي ايه رايكم. مع السلامه.